السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. الناس برضو لغت الموضوع كهرباء وما قدمش شكوى كهرباء وما عملش حاجة في كهرباء، وانه تقاعس عن كهرباء. يمكن انا بقول اخبار مهمة في الاخر يعني. باركنا المنتخب الاولمبي وبنقول كهرباء. مش فاهم يعني ايه تقاعس. دلوقتي لما اشتكي كهرباء المفروض ببعت رقم الحساب اللي هيبعت عليه الفلوس. الحساب مقفول، اشتكيه، يوم الواد يروح طالع جايب جواب من البنك ان الحساب مقفول، يقعد سنتين ثلاثة. قلنا بقى مش كده، مش هتمشيني ياض انت وهو يالا. انا خلاص سامحتك يا عم علاء، خلاص ما دام انت انظبطت سامحتك، بس عشان كنت زعلان منك جدا يعني. عمال تقول لي ادي ممدوح عباس فلوسه، اديله فلوس يا عم، اديله فلوس اخش السجن. ما كل الاجهزه قالت انه واخدها قبل كده مرتين ثلاثه، المهم يعني. فده الجواب. احمد ابراهيم كان قايل لي من الصبح وصل، ادوا الكهرباء مهله 6 ايام، لو ما جابش ايصال سداد يروح لجنه انضباط توقع عليه عقوبه ال6 اشهر. عشان كده هم دلوقتي عمالين يغلوشوا بموضوع ايه، خالد ابو طيب. يا جماعه موضوع خالد ابو طيب او خالد ابو طيب هو سهل جدا. خالد لاعب ممتاز جدا ومحترم جدا، لكن رجع من المنتخب، كان مع منتخب المغرب مصاب. تمام، احنا نعالجه ولا ما نعالجوش؟ نعالجه. راح الدكتور اللي هو الدكتور اسامه، زي ما راح مع الونش، وزي ما راح مع دونجا، راحوا باريس ما رضيش يتعالج. التمرين مش عايز يجي التمرين. فكل الورقه والمستندات بتقول ان هو اللي خالف. هو النهارده عمال يطلع لك خالد طيب عشان يغطي على مين؟ على مصيبه الكهرباء. خلاص، كهرباء انت ضيعت نفسك تاني. واحنا لما اولا كل قضيه احنا كسبناها الحمد لله. وقضيه شيكابالا وضع طبيعي لانه ساب النادي ومشي. والعيال اللي بتطلع يقول لك ما هو شيكابالا انتوا كنتوا تخصموا منه، يا جماعه ده كان نادي باوك. الموضوع القديم برضه لما كان ممدوح عباس، ده نادي سبورتنج لشبونه، ونادي سبورتنج لشبونه واخد موقف غريب جدا. يا جماعه احنا عندنا الحساب مقفول. احنا زي الواد شمونج ده جينا ندفع القسط الثاني، الحساب ما فيش مقفول. فاحنا دلوقتي بنتصرف، انا قلت لهم اتصرفوا يا احمد، هم اتصرفوا، يبعتوا له عن اي مكان. الحجز ما زال موجود يا عبد الشافي يا صالح، انما احنا فتحنا حساب تاني علشان نقدر فلوس كهرباء تخش عليه، الجزيري تخش عليه. والنهارده ماجد بيقول لي كل المعلقين والسوشيال ميديا بيشيدوا ازاريو. لما انا طلعت وقلت على فكره يا جماعه، اللجنه الفنيه ليس لها اي دور في الراجل ده، انه جه هم اتنين امير وميدو. اعتقد هو اتغلب، يعني هو ما اتغلبش، اتغلب ماتش بيتهيألي، اتغلب ماتش. تاني يوم الماتش ده وانا قال لك شفت بقى، ها مش انت قلت بقى شيل بقى انت وابنك. فانا طلعت قلت احنا مصممين عليه. انا دايما بقول حقيقه، انا دايما بقول الحقيقه. احنا مصممين على الراجل، الدنيا كلها هجمته، الدنيا كلها شتمته، الدنيا دلوقتي كلها شايلاه في الاعناق. مين جابه بقى؟ لا، هو لما لا قدر يتغلب او يتعادل او يحصل اي اخفاق، هاتوا بقى اللي جابه، مرتضى وابنه. مبروك جماهير الزمالك، الاخبار الحلوه كتير الحمد لله. وعايز اقول اي بطوله في الدنيا، عايز بطولات، او النهارده دلوقتي انت قاعده، احمد مضى مع 3 ولاد من كره اليد. ومع احترامي لايمن صلاح، انا متبنيه وحسام غريب من زمان. لما ايمن صلاح رشح انه يجي مدير فني للفريق الاول، واحمد الاحمر الكابتن اعترض لاسباب هو عنده، انا عايز ايه، هدوء في المكان. قلت عندي مع احترامي لايمن، احمد الاحمر اهم من ايمن صلاح عندي. احمد الاحمر من 2014 لما رجعت بياخد بطولات. ايمن صلاح انا ما شفتوش
من 2010 مثلا. فانا قلت لهم لا، اللي يتولى هتلر الطويل ده وكسب، خد بطوله افريقيا. مش انت كنت موجود برضه؟ ده اللي بيقول لك مرتضى عنده مشكله ما عنديش مشكله مع حد تاني، ما عنديش مشكله مع حد خالص. احمد الاحمر عندي اهم من ايمن صلاح، احترم الايمن متبنيه هو وحسام غريب، وتصديت لحسن مصطفى بسببهم اتنين لما خلاهم يعتزلوا بدري. لكن لما تساليني ايمن صلاح ولا من ساعة ما اشتريت التنين ده وهو ما بيطلعش نار خالص. بالصدفة في مرة اتفرج على التلفزيون فجأة احمد الاحمر والمجموعه اللي معاه، قلت له احمد الاحمر طبعا. هو ده رد على اللي بيقل ادبهم ويقول لك احمد الاحمر ومرتضى. ما عنديش مشكله مع حد خالص. الكبير كبير تاني، الكبير كبير. مبروك يا جمهور الزمالك كله، لان الجواب اللي راح قبل كده كان من غير جمهور كاس مصر. يعني الجمهور بيفرح، والنهارده جمهور عامل دخلتين حلوين، شكلهم عيال نظيفه لابسين ابيض زي الملايكه. ده الجزء الاولاني. فانا ببارك للجماهير المحترمه، ببارك طبعا لمستر اوسيريو اللي كل ما يشوفني لابس قميص يقول لي انت جايبه منين؟ مش فاهمه حد مفهمه ان انا كنت شحات مثلا وراح ماسك القميص يقول لي ده ماركه، ده ماركه، هو مش فاهم يعني. ف والله انا يعني انا ربنا كرمني ومبسوط طول عمري يعني. فببارك له، ببارك للجهاز المعاون بدءا من امير مرتضى المحترم اللي دلوقتي كل همه الصفقات. ببارك طبعا لمدحت عبد الهادي، ببارك لاحمد مجدي، لكابتن عبد المنصف، الجهاز الطبي اللي بيحاول يسابق الزمن في علاج الولاد، والجهاز الاداري. ببارك طبعا لعبد الواحد السيد. بشكر ميدو على المجهود اللي بيعمله بصراحه. يعني لسه مكلمني دلوقتي قال لي هطلع مكافاه 5000 جنيه لكل لاعب. قلت له لا، دي من عندنا بس انت عشيهم. احنا شفنا الروح اللي بين ولاد. الروح دي بقت امتى؟ لما عرفوا مفيش كبير. امام عاشور شكرا، طارق هشام شكرا، يوسف سما نبيه شكرا، سيف شكرا. هم عرفوا النادي ما بيقفش على حد، وعرفوا انه في رئيس نادي ذكر ما بيخافش الا من اللي خلقه. محمد عبد الغني غلط، هو ما غلطش فيها بصراحه، لكن غلط ان هو وقف قفل الباب. فلما جه اعتذر وقال كل اللي قالوه ده الكذب في كذب. النهارده كان احسن واحد في الملعب، وادينا شفنا. ببارك اللعيبه الجميله كلها بدءا من محمد صبحي، وانت ماشيه كده نخاف انسى حد بس انا خدها واحده واحده كده. يعني الزناري المسلوسي، محمد عبد الغني، فتوح، عمر جابر لما نزل. وبعدين امشي شويه كده بقى، خدي رؤى، خدي زيزو طبعا، شيكابالا اللي جاب جون عالمي انا ما شفتوش مثلا من سنه 1911. الجون دون انا لغايه دلوقتي مندهش هو جه ازاي، ربنا كرمه فيه. ابراهيم ضاي، ناصر، سيف الجزيري، سامسون لما نزل. انا خايف انسى حد يعني. مين؟ سيد نيمار برغم ان عليه اتحفظ صغير عليه، قلت له قبل كده سيد باصي، يا سيد باصي، ما انت في الاخر هيشنكلوك، وفي الاخر فعلا بيشنكلوه. يا سيد باصي، ما هو واحد بصلك الكوره خلاص. احنا في لعبه، او سيد ده حريف طبعا بس خلاص انت كلت واحد واثنين وثلاثه وخمسه مش هناكل 11. ف 6-1 طبعا نتيجه كبيره. مقاولين ده احنا لسه متعادلين معاه في الدوري في الماتشين. المقاولين ترتيبه يمكن احنا طبعا الماتش اللي جاي لو ربنا كرمنا وكسبنا هنبقى الثالث. بطمن جماهير الزمالك هربدي شكوى للاتحاد الافريقي من فضلك، انت خدت الاهلي كان الثالث الدوري اللي فات، الموسم اللي فات اشترك في افريقيا البطوله الدوري، انا زيه. انا بس ليا يعني انا مش عارف لما يكون في مشاكل او اكاذيب بتتقال على الزمالك، وانا طبقا لمجلس الاداره المتحدث الرسمي اطلع ارد ولا ابقى متكبر؟ عيل بيقول لك ايه، هو تقريبا بقى ايه بيسموه ايه اللي هو بيطلع فيديوهات ده، اسمه ايه؟ ايه؟ يوتيوبر. وحياة امك انا فيديوهاتي بيخش عليها ملايين،
ما اعرفش فيها فلوس ولا ما، عمري ما فكرت. بس ال الاخ مدير الصفحه، المدير المسؤول عن الصفحه احمد مخلوف، هو عارف انه القناه بتشيل 3/4 كلامي، فهو حريص ان توصل لك المعلومه من غير ايه؟ من غير مونتاج. نمره 2، القناه ممكن ما تنزلهاش على صفحتها، لكن هو لما بينزلها بتلاقيها في اي وقت. عرفت بقى؟ لا مش عشان انا بقبض واعمل قله ادب وسفاله. انا حزين بجد. واحد يبعت لك رساله يقول لك انت خربت النادي. يا ابني انا واخد 7 كاس ورا بعض، رئيس النادي الوحيد في تاريخ الزمالك والمصر وكله 7 بطولات كاس ورا بعض من اول ما جيت في 2014. 7 كاس وكلها من النادي الاهلي تقريبا. فقله الادب شغاله وبعدين هو طلع الاخ مايكل الدويري قال لهم كلمتين: اللي بيفكر ان مرتضى منصور هيمشي بالطريقه دي مش هيمشي كده.